يحاسب الإنسان على ترك الفرائض وليس ترك المستحبات والفضائل. وأنا بقول الكلام ده بوضوح علشان الإحباط اللي ممكن يتصدر لبعض الناس لما يعرف إنه هيتعذب لو ترك الخشوع، أو هيتحاسب لو ما كانش خاشع، فيبقى محبط مع كل فرض بيصليه إنه مش قادر يبقى خاشع بالمعايير بتاعة السلف الصالح والصالحين والعلماء، فيحس إنه بيصلي وكلما صلى ازداد بعدا عن الله. ودي مش حقيقة، مش حقيقة. احنا عندنا الأحكام الشرعية 5: الفرض اللي بيؤجر فاعله ويأثم تاركه، وإنك تصلي وإنت بتصلي. ثم المستحب اللي بيؤجر فاعله ولا يأثم تاركه. ثم المباح اللي بيستوي الطرفين بتوع لا إثم ولا أجر، إلا لو كان في نية حلوة فيبقى في أجر. والمكروه اللي بيؤجر تاركه ولا يأثم فاعله. والحرام اللي بيؤجر تاركه ويأثم فاعله. الخشوع من فضائل الصلاة. انت لو صليت الصلاة على وقتها وانت بتحاول تخشع، يبقى انت عملت الفرض اللي مطلوب منك. وبالتالي لو صليت صلاة وانت مش مركز شوية عشان في حاجات انت مشغول بيها، او انت ذهنك شارد منك، بس جيت لربنا في الميعاد بتاعك وصليت، فانت مأجور وقد أديت الفرض، وربنا يقبل منك صلاتك بكرمه وليس بما نستحق. كما كان يدعو الصالحين: اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. وربنا يقبلنا جميعا على ما كان منا من العمل.